السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة رندا أم ياسير لتعليم رندا للمبتدئات بطبيعة الحال. غبرت عليكم بزاف صراحة، تقريبا شي شهرين دابا ما حطيت شي فيديو، المهم لظروف خاصة ومع رمضان داكشي علاش ما كنت كنحط هكا فيديوهات. ان شاء الله دابا ما غاديش نبقى نغبر عليكم باذن الله. هاد الفيديو ديالنا جبت فيه بعض الموديلات وغنشرح لكم كل موديل شناهي الخدمه اللي فيه وشحال مخدوم فيه من غرزه وشنو نوع الخدمه اللي فيه. فيديو ان شاء الله الجاي باذن الله غادي نشارك معكم الاثمنه ديال الموديلات. طلبوها مني بعض الاخوات ووعدتهم باش غنشارك معهم الاثمنه وكيفاش يعرفوا كيفاش يحددوا الثمن ديال البياسه. ان شاء الله باذن الله في الفيديو القادم غننزلوا على القناه في اقرب وقت. بسم الله، نبداو على بركه الله. هذا اول موديل عندنا جلابه بالقفطان كما كتشوفوا تبارك الله، جلابه نخوويه بالقفطان ديالها، يعني جليبه اللي حضاريه، هو اصلا ثوب جوهره ومخدومه يعني تقريبا واحد 30 غرزه اللي فيها. هي في الخدمه كما كتشوفوا نصف دقره خفيف، ما عامرش بزاف، ماشي شارجي، ولكن جات رائعه سامبل وفي نفس الوقت مخدومه زوينه. جات غزاله داخل فيها اللون ديال يعني هاد اللون ديال الثوب، اصلا هاد اللون كاين في الثوب وكاين حتى في القفطان، اللون ديال القفطان، وداخل فيه هذاك الصم مزوقه بالبريد كما كتشوفوا، وداخل فيها رباطي. القفطان حتى هو نفس الشيء مخدوم بنفس الطريقه ونفس الزواقه ومخدوم ليه العنيق ديالو. غادي ندوزو للموديل الثاني اللي هو هذا كما كتشوفوا، جليبه يا سلام كلاس، نخوويه، شي حاجه اللي على الموضه حاليا. حتى هي دو بياس مخدومه، داك التحتاني يعني قفيطان خفيف، داك الثوب بوسليم، والفوقاني فهو راه كريب كما كتشوفوا. داخل البلونكاسي مع هاد اللون ديال البرباج ويا سلام رائعين. الضريس كما كتشوفوا هو ضريس سامبل خفيف، غير الضريس ديال الهرم صغيور ولكن الخدمه القدام. بالنسبه للسطوق فمخدوم 30 غرزه، كما كتشوفوا فيه ساحره الالوان اولا المهم هي جاكار، وفي نفس الوقت ساحره الالوان يعني داخل فيها الالوان بجوج. حتى هي كتعتبر من ساحره الالوان. وبالنسبه للقفيطان التحتاني فهو غير ضريس خفيف مخدوم في العنق، وهي مطرقه البياسه التحتانيه كامله. وكما كتشوفوا في الفصاله ديالها جات يعني نخوويه ماشيش ايفاسي، والالوان جاو متناسقين مع بعضياتهم. وصراحه هذا الموديل راه رائع ومطلوب بزاف في هذه اللحظه هذه في الفتره، يعني هادو من الموديلات اللي مطلوبين دابا حاليا بزاف، منهم الحصيره مسحره الالوان، حتى هذا الموديل هذا مطلوب. وصراحه شي حاجه اللي طوب، انا شخصيا عجبني ومحمقني هذا الموديل. ان شاء الله عما قريب غنديرو في جلابتي وغنشاركو معكم في الخدمه باذن الله. ندوزو موديل اخر، غادي نرجعو هنايا للخفيف كما كتشوفوا. عندي 4 ديال الغرزات كورميط والحصيره مطروزه هابطه حتى لتحت ديال البياسه، على طول البياسه 4 الغرزات عفوا ما فيش العقيق نهائيا. بالنسبه لعند الكورميط الضريس كاين غير المغلف الصغيور فقط، الملاقيه ديال الزيرو، ثوب البلوجين، ودخل فيه هذا المارو اللي حتى هو جا اولا كافي كريم اللي حتى هو جا رائع معاه. بالنسبه للناس اللي كتبغي الخفيف راه هاد الطوب حتى هي. بالنسبه للطرزه فهي مطروزه بالماكينه ومخدومه داك الوريقات باليد بالبريد، يعني العريشين طالعين بالماكينه والوريقات مخدومين بالبريد، وراكبين فيه داك الحجيرات بحال هكا، داك العقيقات البويض اللي عطاوها حتى هي واحد النظره زوينه. بطبيعه الحال حتى الخفيف كيبقى راه على موضه، بطبيعه الحال كما كنعرفوا دابا جاي الصيف وكنبغيو هكا حويجات خفافين جلبات خفافين اللي غنتحركوا بهم على راحتنا، حيت بطبيعه الحال ملي كتكون شي حاجه اللي عامره وثقيله بزاف فكتبقى يعني ديال المناسبات ديال الحضور ديال الضيافه، المهم كتبقى شي حاجه اللي مميزه. وكنبغيو بحال هكا جلبات خفافين اللي غنتحركوا بهم هكا، يعني التحرك اليومي ديالنا بطبيعه الحال. المهم انا صراحه كيعجبني حتى الخفيف كنحماق عليه. حاليا انا كنخدم في واحد الجلبه خفيفه ديالي النيت، عام قريب ان شاء الله غنشاركها معكم، حتى هي طرزها بيدي وغنشاركها معكم ان شاء الله. ندوزو لموديل اخر،
عندي هنا هاد الجلابه تبارك الله اللي هي بالقفطان. جلابه اللي همويه، جلابه اللي تبارك الله عامره بمعنى الكلمه، اللي يعني تقريبا في الطوطال ديالها راه فايته 50 غرزه. هنا راه تبارك الله جلابه نيت. عندي طالعه كيفاش مخدومه الطريقه ديالها. مخدوم بالنسبه للنصف طوق، كل جهه تخدمت بوحدها. يعني الجهه الاولى مخدوم فيها تقريبا 20 غرزه، والجهه الثانيه 20 غرزه، وعاد جمعت باللوايه في الوسط ومع الحبيكات ومع هذا. مهم تقريبا واحد 50 غرزه اللي داخله فيها. راه كما كتشوفوا شي حاجه اللي كلاس، شي حاجه اللي نخوويه، اللي حضاريه، توب جوهره اللي طوب حتى هو، والضريس اللي ما شاء الله فن خدمه في اليدين زوينه، وطالعه بحال هكا بكويزات صغيورين ومزوقين بالرباطي. يعني كما كتشوفوا هي راه غير بالرباطي فقط، ما دخل فيها لا بريد لا عقيق حتى حاجه، ولكن جات يا سلام كلاس. بالنسبه للتحتانيه فهي شبكه، يعني غير باش يطرق لي داك العنق، ومخدومه في العنق ومخدومه غير في فتحه العنق، وراه هي مطرقه من التحت كامله، ومخدوم ليها الضريس في الكميمات بطبيعه الحال. بالنسبه للضرس ديال القفطان التحتاني فهو نفسه ديال الجلابه الفوقانيه، يعني مخدومين اللي هما نفس الضرس بجوج بهم. الضريس ديال 3 ديال القرنفله هو اللي مخدوم فيهم. غادي ندوزو لموديل اخر ان شاء الله. هذه عندنا الحصيره اللي كما كتعرفوا حتى هي حاليا على موضه، واللي مطلوبه بزاف، وبزاف الناس لتجؤوا ليها حاليا، خصوصا في هذه الفتره هذه ما بين العيد الكبير ورمضان. ولات مطلوبه ولات كتخدم بالكثره. كتبقى ان الحصيره كتطلع سامبل. وبالنسبه للزبق فكتبقى اختياري، كاين اللي كيبغي بحال هكا غير خفيفه بالطرز الرباطي خفيفه، كاين اللي كيشارجيها بالطرز الرباطي، كاين اللي كيخدمها بالتنباس. كيبقى داكشي اختياري، والاذواق كتختلف من شخص لشخص، ولكن حتى هي كتبقى شي حاجه اللي كلاس وزوينه. صراحه الرنده كلها يا سلام، انا شخصيا كتحمقني ولو كنخدمها ونعاود نخدمها، ولكن ما عمرها كطلع لي فرص. دائما عندي لي هذاك الشوق، خصوصا ملي كنبغي نخدم موديل جديد او نخدم بدا بياسه جديده فكتعجبني ونتشوق ليها اكثر واكثر. هاد البياسه مخدومه هي 30 غرزه، طالعه الحصيره حتى الفوق، ودايره بدريسير واحد في الطوق، مطروزه برباطي الطرز اللي هو خفيف. بالنسبه للكميمات فمخدومين واحد 4 الغريزات حصيره، والضريس المغلف هو نفسه اللي مخدوم في القب، ومطرقه عاوله ملاقيه بالرانده الملاقيه ديال واحد تشوف البلونكاسين، ودخل فيها هاد الماروس. صراحه هي جات شي حاجه اللي همويه، شي حاجه اللي زوينه، راه ما بيناش هنايا كامله، ولكن راه فري شي حاجه اللي طوب. يعني ملي كتلبس كامله ومع كتكمليها اللبسه كتجي يا سلام. ندوزو لموديل اخر. عندنا هنايا هاد الجلابه تبارك الله، اولا جلابه بالقفطان ما شاء الله. الصراحه في هذا لا فيديو اليوم اكثريه عندي هنايا جلابات بالقفاطن، وقيله حيت قراب المناسبات، وكما كنعرفوا ان شاء الله بعد عيد الاضحى كيكون عندنا مناسبات كثارين، والانسان كيبغي بحال هكا شي حاجه اللي همويه، جلبات اللي نخوويين اللي غيستغلهم منهم جلابه غيمشي بهم وميمطو غادي يحضر بهم في المناسبه ديالو. هذه جلبه بالقفطان كما كتشوفوا راها تبارك الله عامره ديال بصح، لا القفطان ولا الجلابه. بالنسبه للجلابه فهي فيها 30 غرزه، ومخدومه بكوزات بالعقيق المهرس او داك العقيق المكركب الصغيور باش مخدومه، وفيها كويزات في الجناب، دخل فيها كلها بريد تبارك الله، عامره بالبريد، وداك الحجيره في الوسط دايره بالضريس ديال 3، والضرس كما كتشوفوا مخدوم في الكمام وفي القب. اما بالنسبه للقفطان فحتى هو عامر ومخدوم بكوزات فقط، حتى هو بالعقيق ومزوق بالصم وبالبريد بطبيعه الحال. بالنسبه للبريد الفوقاني راه حتى هو داخل فيه الصم، والعنيق مخدوم كما العاده. القفطان الا ما كانش مخدوم في العنق ما كيتعتبرش قفطان صراحه، دائما القفطان خاصو يكون مخدوم في العنق باش كيبان راه قفيطن مميز على الجلابه. وراه حتى اليديدات ديالها مخدومين وحتى هما مزوقين بالبريد وفيهم ضريس. يعني كما كتشوفوا هي في بلونكاسي وداخل فيها الذهبي،
والقفطان في التهبيجه يا سلام. غندوزو لهذا الموديل هذا البلو جين، حتى هو اللي حتى هي فيه الحصيره اللي كما قلت لكم هادو على موضه حاليا. هاد الحصيره هنايا عندنا الحصيره مختلفه على الاولى اللي شفنا بالطرز الرباطي. هذه مزوقه بالعقيق المهرس بالمتصونو البنات، حيت هو اللي ماركه زوينه وما كيكشفش لينا مع التصبين، وكيبقى في الكاليتي ديالو كيبقى زوين. مخدوم بحال هكا مطروز اولا منبت، ماشي مطروز، منبت في الجنيبات بحال هكا، جا زوين. طالع على الحصيره 30 غرزه، وجنب مخدوم طريس مغلف، حتى في القبض ريس مغلف، وفي الكمام راه مخدوم شويه ديال الحصيره ودريس مغلف. حتى هي في البلوجين بقات سامبل في نفس اللون ديالها، يعني ما كان عندها اضافه حتى شي لون اخر من غير العقيق المهرس اللي كان في الذهبي بطبيعه الحال. حيت يعني في الوان، وانما اللي كيتمشوا الوان زوينين هما الذهبي والنقري، وانا كنفضل الصراحه الذهبي، كيجي رائع مع جميع الالوان، كيجي كلاس صراحه هماوي. حتى هذه جليبه اللي زويونه انيقه صيفيه اللي غتلبس الصيف. بالنسبه للونها راه برد، يعني لون اللي بارد، ماشي شي لون اللي مشعشع، ماشي شي لون اللي مغلوق. وحنا بالنسبه للصيف كنبغيو الالوان اللي بحال هكا بارده وصيفيه، يعني كتمشي لينا مع فصل الصيف. هادو هما الموديلات اللي عندي اليوم. وعندي هذا الموديل الاخير اللي بقى خفيف ظريف. هنايا عندي هاد الخديمه اللي خفيفه، فيها يلا 5 ديال الغريزات هابطه حتى لتحت، ومزوقه هكا برباطي خفيفه بزاف، يعني هكا جليبه صخره، جليبه خفيفه ظريفه للاستعمال اليومي، راه زوينه. لون مغلوق كما كتشوفوا زرق ملكي، حتى هو هماوي وزوين وخفيف اللي كيبغي الخفيف، وطريزه خفيفه ظريفه في نفس اللون، ما دخلت فيها لا الوان لا حتى شي حاجه، بقات حتى هي شي حاجه اللي كلاس وزويونه. وكما قلنا الاطباق كتختلف من شخص الى اخر، وكل واحد وكيبقى الراي ديالو. هادو هما الموديلات اللي عندي اليوم. نتمنى انكم تشجعوني، تخليو لي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم، وتديروا البارطاج لعند الفيديو باش هكذا تعم الفائده اكثر واكثر. خليو لي في التعاليق ديالكم الا بغيتوني نشارك معكم شي موديل معين فنشاركوا معكم ونخدموا معكم، يعني تعاليقكم هي اللي غتخليني باش انا نخدم ونحط في القناه ان شاء الله باذن الله. كما قلنا هادو هما الموديلات اللي عندنا اليوم. نتمنى يكون نالوا الاعجاب ديالكم. الفيديو القادم باذن الله غادي نشارك معكم اثمنه ديال الرانطه ان شاء الله الى كتاب باذن الله. نخليكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.